فرص على المرمى. هجوم الآن، النفط خطيرة، ممكن الآن وليد هدف أول للنفط. وليد كريم يضرب دفاعات الزوراء ويسجل هدف أول للنفط. فرصة لفريق النفط. وليد كريم اللي ما ظهر من خلال الشوط الأول. لاحظ وليد كريم ينسل داخل منطقة الجزاء ويضعها على يسار حارس المرمى علي ياسين لتعانق شباك مرمى الزوراء، وتعلن عن تقدم فريق نادي النفط على حساب الزوراء بهدف مقابل لا شيء. لاحظ اللحظات الأخيرة، الشوط الأول النفط يسجل هدف أول عن طريق اللاعب. تدخل كان من سيف حاتم في اللحظات الأخيرة، وكادت أن تكون كرة غاية في الخطورة على مرمى المنتخب الإماراتي. هنا لدينا فرصة عراقية خطيرة فياض مازن، تمريرة، جول عراقي يأتي عن طريق وليد كريم. هكذا فعل المنتخب العراقي، يسجل أول أهداف اللقاء. وليد كريم واحد بعد كرة ممتازة جدا، توغل في الجهة اليسرى عن طريق مازن فياض. من ياسر تلعب إلى محمد داوود، وصلت إلى داوود، وصلت إلى الهداف. يحاول الآن يمرر كرة ممتازة خطيرة، جول ثنائي من ذهب وليد ومحمد داوود. وليد يزور الشباك للمرة الثانية في الدقيقة 34 من عمر المباراة، يأتي بالهدف. كان لؤي صلاح لاعبا مع الزوراء، محمود يلعب الكرة خطيرة وليد كريم للنفط بالهدف الأول. لاعب ممتاز ولاعب جيد، لكن أصيب. جول يضاغط الكل. جول نفطاوي عن طريق وليد كريم، يغير أجواء المباراة من سلبية إلى إيجابية. ما أجمل النفط وهو يتجاوز الحدود الآن هدف مقابل لا شيء. نفطاوي عن طريق وليد كريم خطف الأنظار بعد أن كنا ينزل أسد اللعب فن وتكتك، وشوف الجول يقولون دفاع العدهم جبال ما يدرون هجوم العدنا زلزال ما يدرون يقولون حارس عدنا ما يخاف ما يدرون مهاجم عدنا هداف ما يدرون هذا العراق ابو الشرف صاروخ ويدق على الهدف، كم حارس من اشتكى. وشوف الجول العراقي ما يتعب ثاره، بالغيره مثل الجوهره، ضربته بيهن بركه. وشوف الجول اسود
يستحى من ينزل اسد اللعب فن وتكتكه وشو